شهد الحي الصناعي تاسيلاً بالمنطقة التابعة لتيكيوين بمدينة أكادير مساء اليوم الخميس حالة استنفار على خلفية حلول عناصر من الفرقة الوطنية التابعة لجهاز الدرك الملكي من الرباط بالمنطقة في إطار تعميق الأبحاث في قضية حجز أطنان من المخدرات بمعبر الكركرات مؤخراً. وذكرت مصادر أكادير 24 بأن عناصر الفرقة باشرت التحقيق والأبحاث وسط مستودع بالحي المذكور دون أن تعثر على أي شيء إلى حدود اللحظة. وكانت عملية أمنية مشتركة بين عناصر الأمن الوطني والجمارك والدرك الملكي بمعبر الكركرات جنوب مدينة الداخلة قد أسفرت مؤخراً عن إجهاض محاولة لتهريب شحنات من المخدرات كانت على متن شاحنة للنقل الدولي مسجلة بالمغرب. وأفادت مصادر إعلامية بأنه تم إخضاع الشاحنة المذكورة لتفتيش دقيق بواسطة الكلاب المدربة أسفر عن العثور بداخلها على 3 أطنان من مخدر الشيرة مخبأة ضمن شحنة من الأسماك المجمدة قبل أن يتم ضبط سائق الشاحنة المستخدمة في محاولة تهريب المخدرات المحجوزة وهو مواطن من جنسية مغربية يبلغ من العمر 29 سنة. وأضافت المصادر ذاتها أن بحثاً تمهيدياً فتح حينها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تشخيص هويات كافة المتورطين فيها فضلاً عن رصد امتدادات هذه الأفعال الإجرامية سواء داخل المغرب أو على الصعيدين الإقليمي والدولي. واندرجت تلك العملية المشتركة في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية بمعبر الكركرات جنوب الداخلة من أجل مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية ورصد ومحاربة كل صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.